أمتعنا اليوم 5، أخذنا بثأر الهلال. صحيح تراجع. كيف أخذت ثأر الهلال؟ الهلال معطي العين 5 بعد. لا فرق 5 عن 5-4. لو الوقت طال في مباراة ثأر الهلال يا بندر. لا لو النصر يا بندر. لا أنا أتكلم في الجانب الفني. لو طال الوقت في لقاء العين والهلال لأدرك العين التعادل، لكن انتهى الوقت ونقول إن شاء الله القادم أجمل للنصر. مسي عليك وعلى الأستاذ بندر، وبقى نسب ما يقول النصر بعد فكري دجت. هلا والله نهاري. هلا شباب في صوت بندر من عندك، الصوت قاعد طقطق قلم ولا ايش تسوي انت؟ هدي واضح انك مبسوط مره. شويه بندر شوي خلينا انا سعيد اليوم. خليني اقدم الحلقه وابشر بجيك يا بندر الحين نتكلم عنها بشكل كامل. يا والفرحه بندر. طيب العناوين، المحاور العناوين كالتالي. الهلال اليوم محمد، خلينا نتكلم في ما الان الجمهور الهلالي، الفريق الهلالي الان جالس يفكر للنصر، يحسب هو من أول يفكر للنصر ويحسب للنصر ألف حساب. لكن اليوم عودة النصر، عودة الروح النصر، عودة الامتاع النصر الفني هي من أوجدت أو زرعت الخوف في قلوب الهلاليين. هذا أتكلم لك في جانب. لا أتكلم لأنه هذه تنافس. شوف اللي في آسيا محمد ما راح يتنافس إلا النصر والهلال. هذه إذا لم يتعدى الوضع الهلال أنا أتصور برضه يمكن الأهلي يكون منافس النصر. تصور نهاري هذه مشكلة النصراويين. لا أنا أتكلم خلي يا أخي تجي تهايط يا بندر وبعدين لا محمد اسمح لي محمد اسمح لي. تواضع عند الانتصار يا بندر. لا محمد اسمح لي ويسمح لي. اليوم أقول بنرفع سقف الطموحات في النصر إلى 50-60% بإذن الله. بندر اسمعني دقيقة، أنت الحين شغلتنا ببيولي أول ما جاء مدري وشو وتقول إنك تتكلم. اسمع تقول خل أكمل جزئيتي يا حبيبي، خل جزئية شوية بندر، خلي جزئية. أشغلتنا ببيولي أول ما جاء تقول إنك تتكلم لغة إيطالية. حلو. أمي مرسلت لي المقطع هذا قبل 3 أيام. فأنت وش تقول لبيولي بالإيطالي اليوم؟ يلا. لا يعني أنا كنت أتمنى إني بديت معك في الحلقة أقول لك يعني أقول لك تشاو كمستي بيني وبينه، يعني كان المفروض إني أتكلم لك هذه اللغة أنت حافظها تحسبني ابن ساعة ترى يعني. هذا طلبية مكرونة. لا هذه تشاو يعني باستا. لا تشاو كمستي بيني وبينه. أهلا وسهلا، هذه التحية عندهم. أهلا أخي. لا طيب بوشل أنت إيش رأيك فيه؟ شلون؟ نواف بوشل ايش رايك فيه؟ لاعب مجتهد الان خل لاعب مجتهد. لا لاعب ممتاز، لا تقول لي لاعب مجتهد. مع احترامي لك يا نهاري، لاعب الان جالس يقدم مستويات كبيره. نهاري يا حبيبي، نهاري يا حبيب قلبي. اسمعني انت الله يحفظك. انا الاخطاء اللي حدثت للنصر في الديربي، لما نتكلم عن هدف تلسكا، لما نتكلم عن بلنتي ماني، عن بلنتي مران، ومع ذلك يظهر لي واحد هدف تلسكا. واي واحد هدف تلسكا اللي هو الثاني اللي يلغي مش يعني هدف صحيح. يعني خاف الله في نفسك. خاف الله في نفسك. خاف الله. اصبر دقيقة بندر. لا دقيقة. شوف اللي يقول لي لا هدف صحيح التاليسكا وانه مو بتسلل. انا يعني خلاص ما عاد اناقش الشخص في. طيب انت وش رايك في الفار؟ بصراحة انت وش رايك في الفار؟ كيف بشكل عام؟ انا اسالك سؤال. الخطوط هذه اسمعني اللقطات انت مقتنع فيها؟ انت مقتنع في تكفى بندر ارجوك هذه امانه. لا انا امانه، انا اتكلم معك بامانه. انت مقتنع في الخطوط؟ خلي الخطوط. هدف تلسكا شفت هدف تلسكا بندر؟ هي شو الثاني اتكلم. حلو الثاني اللي يلغي هدف تلسكا. الله يرحم والديكم تكفون تاكدوا. طيب لا ما طيب اسمعني يوم انطلاق الكره. طيب اسمعني خلي اللقطه هذه. انا يا اخي سواليف ذي. طيب اسمعني، ماذا يقول هدف صحيح ذي سواليف؟ طيب اسمعني خلي السواليف. انا اتكلم لك عن بلنتي كريستيانو اللي في الدور الاول العام الماضي اللي امام بيل. ولا هي
هذيك من بلنتي بعد. ذاك من بلنتي كريستيانو. نعم. طيب ماني بونو مع كريستيانو ما هي. اسمعني يا ابو تركي. طيب اسمعني يا بندر دقيقه، مو تاخذني لا شوف تغريده وتلخم الناس اي واحد ولا ذا وبحط رايي وبمشي. لا، في نقاش. اسمعني، لقطه رونالدو بونو مع رونالدو إيه؟ ما هي بلنتي بونو داخل يعني داخل الستة، نفس لقطة بنتو مع متروفيتش، ما هي بلنتي. لقطة تاليسكا والله العظيم تسلل. لقطة محمد القحطاني من المعيب انها تحسب في كرة القدم ركلة جزاء. مران مش مران اللي وقع على قدمه اللي طيب ماني بس ما اتوقع ماني. طيب اسمعني، انا اتكلم لك في هذه حق التاليسكا بالذات. طيب اسمعني اللي اسمعني انا عشان امون عليك والله. تفضل. طيب ترى هدف تاليسكا اللي تتكلم عنه ممكن تشوف اللقطة، في لقطة من الناقل وقت انطلاق الكرة من أوتافيو. أنا ما راح أدخل في ذمتك، لكن متأكد أنك رجال تخاف الله. وقت انطلاق الكرة من أوتافيو تاليسكا متسلل. اسمع أخوك معي بندر، حتى وراك ركزت انت يعني أيوة يعني أوكي تأخذها ضغط إعلامي. لا مش ضغط إعلامي. أنا أتكلم لك عن الحالات الجدلية التحكيمية اللي جالسين يتكلمون فيها الهلال. لكن أبرجع لك عن جانب أيضا مهم، يعني أنا اليوم يعني حاس فيه جدا ومؤلمني يعني من داخل. يعني هل ليكات سعود عبد الحميد أثرت على الهلاليين؟ هذا أول موضوع محور بالحالة دقيقة. هدف تاليسكا هذا اللي لكونا فيه هدف ايش؟ اللي هدف تاليسكا يجيب لك صورة ويقول لك اللي بعض الناس في واحد معنا يجيب لك صورة يقول هدف صحيح ويلخمك. يا استاذ تعبت انا ما يصلح كذا والله. استاذ محمد اول شيء استاذ بندر يحب يسوي اثاره، هذا واحد شيء. لا مش اثاره، هذه حقيقه. دقيقه خليني اقول مش اثاره. مقتنع انا مقتنع ومؤمن ان الهلال دائما يستفيد من الاخطاء التحكيميه، مؤمن فيها. ما ابغى احلف اقسم بذلك انك ما تبغى. والله العظيم اني مؤمن ايمان تام ان الهلال دائما يستفيد من الاخطاء. لا بس ما تحلف بالله على حق التاليسكا احلف. لا ما احلف بالله انا على شيء. اسمع شفت قايل لك. اسمع شيء ثاني ما اسمع في لقاء النصر والهلال الديربي انت جيت علي فجأة كذا النهاري. لا انت انا كيف انت قبل فترة نتكلم في الهلال، قلت لك انا الهلال يعني منفوخ اعلاميا. اسمع بقول لك شيء، من حقك تمدح النصر، من حقك تحب النصر، من حقك تتمنى يفوز النصر، لكن في اشياء لازم تتكلم فيها واقعيه. اتكلم انا فيها بواقعيه نهاري. ليش لا؟ انا اعطي الهلال حقه. لا ما تعطي الهلال حقه نهائي. لا والله لا اعطيه حقه بالامانه. اليوم انا يا نهاري جالس ادافع انا عن كريري، ما اعطيت الهلال حقه في موضوع نيمار. موضوع نيمار وسعود كريري، دفعت عن سلمان الفرج، دفعت عن ميشيل. لاقينا يا بندر، انت لاقينا يا شيخ. لا والله ما لقينا. دافعت عن الهلال في موضوع نيمار. انتم مشكلتكم تاخذون اللي يتكلم فيه بعض الجزئيات وتتركون اللي يتكلم فيه بالهلال. لا تتذاكى علينا رجاء. يعني انا رايك انا والله لك حريه رأي، بس تقول انا دافع عن الهلال يا كبرها. وين ما دافعت عن الهلال؟ انا ما دفعت عن سعود كريري. اقول لك شيء بندر، انا ما دفعت عن سعود كريري. ليس حبا في عمر. انا ما دفعت عن سعود كريري. ومع ذلك ونهاري لم ينصف كريري. نعم نهاري انت المشكله يا نهاري. المشكله مش من بندر يحب الهلال يا نهاري، بس انت الله يهديك. بعض الاعلام اللي ضد الهلال طالبوا ان الهلال ان سعود ما يروح. الهلاليين طالبوا بقاء سعود، قاتلوا عشان يبقى سعود، صح؟ الهلاليين المتوقعين ان كنسلو بيجي كان قالوا روح، والنصويين المتوقعين ان كنسلو بيجي قالوا لا يروح سعود. خل واحد يكون واقعي. لا انا تعاوني انت شوف ولا دقيقه ما ادري تحكي من عندي ولا من عندي. اسمعني نهاري. لا اسمعك. لا جاوب. لا اسمعني. طيب شوي بندر ما وصل ترى، قطع عندك. ما سمعنا. انت تشجع بندر معليش. حتى رجالات النصر الحين من زعيم القصيم. اسمعني، حتى جماهير النصر الحين ورجالات النصر هم عارفين ان نصر وتعاون، هذه معروفه. من زعيم القصيم وهلال رايد.
التعامل الرائد. اللي يعرف الشابيه في القصيم، انا طبعا دربت في القصيم ترى. انت ما خليت احد ما دربته هناك. اي دربت يا مدرب ناجح، مدرب عظيم والله العظيم. ونشيد فيه انا كنت. بس من زعيم القصيم؟ جاوب. زعيم القصيم التعاون على مستوى الانجازات، على مستوى البطولات، التعاون حق اسيا وحق كاس الملك. يعني انا اقول لك اسرتي واهلي وخوالي وربعي وجماعتي وفي بريده وفي القصيم نشأنا على النصر، على حب النصر، نشأنا على حب الاسطوره العظيم ماجد عبد الله. محمد اذا تسمح لي جزئيه اخيره. انتهى الوقت يا بندر. لا بس 5 ثواني. شوف احفظ هذه مني انا عن بندر الدبيخي. الهلال في الفترة القادمة سوف يتعرض لمطبات هوائية. مسافر الهلال وين بيروح؟ احفظها. طبعا نتمنى، اسمع وين رايح؟ احفظها. نتمنى طبعا، شوف نتمنى للهلال الاستمرارية ونتمنى النصر ان شاء الله. انا ما اتمنى له الاستمرارية يا اخوي. لا اتمنى، انا ما اتمنى له فيها شيء. شفت بصراحة ذي كذا. قل انا اتمنى للهلال، لكن انا ما اتمنى للهلال. اتمنى طبعا للهلال الاستمرارية، واتمنى للنصر طبعا نقول قدما. دائما يظل النصر هو كبير اسيا، وهو عرابها، وهو كبير الرياض. شكرا جزيلا لك بندر.